السلام عليكم. كل مره كنهضروا على البطوله او الكره المحليه وكنطالبوا من الركراكي يحترمها اكثر وانه يجي يتفرج فيهم على الاقل في المقابلات المهمه والكبيره، كينوضوا البعض بكل استعلاء وكيرد على هذا الشيء بالسخريه او بالتقليل من البطوله ومستواها. مبدئيا خاص الناس تفهم انه لغايه مونديال قطر فانجازات الكره المغربيه مبنيه على الكره المحليه. الكره المغربيه اساسا انجازاتها الاهم هي انجازات انديتها بكل مشاكلها وازماتها، هي اللي قدرت تطلع الدرابو. وحتى ولا خدينا اهم انجازات المنتخبات المغربيه عبر التاريخ فغادي تلقاها منتخبات مبنيه من 100% من المحليين او بنسبه محترمه من اللاعبين مكونين محليا، بحال في مونديال قطر نيت فاش مشينا بقائمه كتضم حوالي 11 لاعب مكون محليا. بالارقام والتاريخ واي حاجه طلبتيها الكره المحليه هي تاريخنا. وثانيا فاش كنطالبوا الركراكي يكون حاضر في المدرجات فاولا باش يكون حافز ودعم اللاعبين باش مستواهم يتطور وباش يقدموا افضل ما عندهم، وثانيا باش يحسوا باهميتهم. وتما حتى كاع الركراكي ما اختارش يضم اي لاعب فغادي نتفهموا ونتقبلوا الوضع وغادي نلقاو ليه الف عذر انه كان حاضر وتابع وشاف كل شيء بعينيه وكان عادل مع الجميع. وكاين واحد النقطه مهمه، ما كنختلفوش ان المستوى هابط في البطوله وان كاين بعض الانديه او ماتشات كثيره مستواها ناقص، ولكن هادشي كاين في معظم بطولات العالم. وهادشي ما كيعنيش ان الركراكي ما يجيش يتفرج، خاصو يجي حيت هذيك خدمته وكيتخلص على قبلها. وخاصه نشيروا لنقطه اخرى انه كاين بعض اللاعبين في بعض الانديه الكبيره اللي كيستحقوا فرصه غير فرصه باش ما نضيعوش فيهم ونستناو بزاف باش نستافدوا منهم. وشوف الكره المحليه هي اساس الكره المغربيه الحقيقيه، وربما اننا ولا اهتمينا بالاساس غادي نوقفوا على الصح وتمنيت نقدروا نشوفوا في المرايه باش نشوفوا حقيقتنا، حقيقه الكره المغربيه. تهلاو.